السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. وصفتنا النهار اليوم راح تكون قلب اللوز. هذه الوصفة صورتها في رمضان، ووصفة صورتها لوحدة من تيارت، كانت طلب عليا وصفة تاع قلب اللوز ناجحة 100%. شوفوا لهنا قلنا عندنا المقادير. الكاس هذا اللي راني دايرة فيه السكر قيست به كما نقولوا كاس تاع ام وليد، ديري به 3 كيسان دقيق حرش خاص بقلب اللوز. انا هذا المقادير راح يديروا لي ذاك البلان المدور تاع الفور دوك تشوفوه معايا. اول حاجه نبداو فيها في قلب اللوز، نبداو نخدموا الشاربه تاعنا هي الاولى. عندي 2 كيسان سكر ب4 ماء، تسمى الكيله بالدوبل تاعها ماء. 4 كيسان ماء قلنا نحطوه على نار هادئه، بعد ما يغلي نحسبوه 10 دقائق بعد الغليان، ونطفيو عليه ونزيدو فيه فنجان تاع ما زهر. اذا لقيتي ما زهر الكو تاعو قاطعو مليح، واذا ما لقيتيش تقدري تزيدي فيه شويه عطر كيما هذا اللي راني شاريته انا، وديري فيها اذا بغيتي مرص صغير برك تاع قارص. هنا نبداو في قلب اللوز تاعنا، نحطو الدقيق تاعنا كيما راكم تشوفوا، ونضيفو عليه 2 كيسان، قلنا 3 كيسان دقيق حرش و2 كيسان سكر. ونبداو تحكمي تخلطي بيديك وتحكي هكا بيديك باه تخلطي السكر مع الدقيق يولي حبه بحبه. ولهنا نزيدوا له من بعد ربع فنجان تاع زبده، وندير فيه الناطور. وكاين اللي في بلاصه الناطور يديروا كاس تاع البن ثاني يجي مليح في بلاصتو. انا نخدمو ديما بالناطور يجيني مليح. الطريقه هذه ناجحه 100%. قلنا شوفوا كيف راني نحك في الدقيق بين يديا. هنا صاي بعد ما تخلط معايا الدقيق مع السكر نبداو نضيفوا المقادير الباقيه. هنا قلنا فنجان تاع سمن ولا زبده، المهم كي تقيسي بالكاس يجي ربع تما هي 4 كاس. نخلطو كيما كي غير بصبعنا. شوفوا كيف راني ندير غير بصباعي، ما تعجنيهش، خاطر القلب اللوز الا عجنتيه ولا كثرتي له الماء ولا درتي بيديك هكا صاي يولي معجن، يخرج لك معجن. غير بصباعي ندخل المقادير في بعضها. دوكا نزيدو بواط تاع الناطور، قلنا في بلاصه الناطور تقدري تعوضيه بكاس تاع البن ثاني يجي مليح. انا جربته باللبن وجربته بالناطور، تقريبا نخدمو غير بالناطور ودوك تشوفوا النتيجه كيفاه يجي تقريبا كيما طاع برا ويجيني مليح بزاف. هنا راني خادمه 2 بلاوات، بلا خدمته لجارتي وبلا ليا انايا. ونشوفوا غير نخدم غير بصباعي كيما راكم تشوفوا. ونبدا هذاك الكاس، شوفوا هو كاس ما زهر نورمالمون ديروا نص ماء ونص ما زهر، بصح الماء زهر اللي رانا نشريو فيه تلقاوه شغل ميه ما فيهش الريحه هذيك تاع ما زهر. انا ندير كاس تاع ما زهر كيما هكا، وندير فيه واحد شويه تاع عطر. هذا العطر الابيض ما تشريوش هذاك الاصفر، جاي بيض كي الحليب. دوك تشوفوني كيفاه نضيفو هذا العطر تاعو يهبل. شوف جاي بيض كي الحليب. هاني درت غير حاجه قليله خاطر من بعد لو كانت تكثري منه يولي مرار. ونبداو نرشوا فيه هذاك الدقيق ونخلطوا بيدينا هكا، نرشوا ونخلطوا. شوفوا كيف تعرفوا القلب اللوز باللي ناجح. شوفوا مازال ما كملتش، ديري كيما هاك شغل البالون وتطلقيه يبقى كيما راهو. شوف ما يتفتتش هكذا، راهو سيوصل للقوام اللي راكي باغياتو. قادري ديرلك نص كاس، قادري ديرلك كاس على حسب النوعيه تاع الدقيق. هنا نغطي عليه ونخليه واحد 2 سوايع حتى 6 سوايع يقعد. ومن بعد نجيب البلا تاعي، دهنت البلا تاعي بالزبده، ونبدا كما راكم تشوفوا نحط. شوفوا قلب اللوز كامل الوصفات يشبهوا لبعضهم، هي المشكل تاعو في الطريقه. وحده تقول لك نديرو نجبدو من الفرن نلقاه مفتوح هكا مشقق، وحده تقول لك نلقاه معجن. غير من الطريقه اللي كيما دركا كي تحطيه في البلا كيما هكا. شوفي غير بيديك، خاطر لو كان تفوتي تزيريه كيما هكا صاي يجيك معجن. غير بيديك كيما هكا. ونجيبو المغرف تاع الماكله نبداو نعدلو بها. شوفوا ما نزيرش ما نلظش، غير من الفوق هكا، غير نعدل الوجه برك هذا ما كان. هذه الوصفه جربوها ناجحه 100%. قلت لكم هذه صورتها في رمضان، وتقريبا حبست ما وليش نحط فيديوهات في قناتي. كان عندي واحد درت بروجي ونجحت فيه الحمد لله. وان شاء الله المره هذه راح رجعنا ان شاء الله
نرجع بقوة. قناتي هذه ماني دايرتها لا نخلص منها ولا حتى حاجة، هذه قناتي دايرتها حب هكاك، نحب الطبخ وصاي. ان شاء الله تدعموني وتطلعوا لي قناتي. هذا مكان. شوفوا لهنا بعد ما عدلتها مليح نجيبوا الموس ونبداو ما تقصيش، غير الفوق ترسمي برك، غير تحددي هكا شكله صاي بالموس كما راكم تشوفوا. كاين اللي يديرها هكا غير خطوط في الطول، كاين اللي يديرهم غير كيما هكا ومن بعد كي طيب ويبداو يقصوا، وكاين اللي تديريهم مربعات عادي هكا بالطريقه هذه. والفوق تبغي ديري كاوكاو، تبغي ديري مكسرات، تبغي ديري لوز نورمال. انا كان عندي حبات من المكسرات باقيين اللي مخبيين في الدار، درت حبات الفوق، حبه جوز، حبه بندق، حبه لوز، حبه كاوكاو هكا كيما راكم تشوفوا. نرسم غير من الفوق ونبدا نزين من الفوق بالمكسرات تاعي الطريقه هذه. يعني مش محتم ديري مكسرات. وهنا تقدري ديري طبقه تاع عجين، ومن بعد ديري طبقه تاع مكسرات، ومن بعد تعاودي ديري طبقه تاع عجين ثاني يجيك مليح. هنا راني درت حبات كل حبه وكيفاه. بعد كي طيبتو من الفوق حمرتو حسيتهم كشغل تحرقوا من الفوق ولا. يعني بالي الجوز هو احسن، اللوز هو احسن حاجه في قلب اللوز هكا. ويبقى الجود من الموجود، يعني كيف مرات ما يكونش عندي ندير غير حبه تاع كاوكاو صاي، ومرات ما نديرش خلاص نخدم قلب اللوز هكاك وما نديرش فوق ولا. هذو يعني كانوا موجودين عندي في الدار كيما راكم تشوفوها حبات الفوق. والقلب اللوز شوفوا تحطوه يطيب على 180 درجه، تشوفي الجوانب هذوك تاعو بداو يطيبوا، تعاودي تحللوا للفوق يتحمر، وغير تخرجيه من الفور ديري له شربت تكون بارده، والقلب اللوز يكون سخون. دوك تشوفوا معايا الطريقه صورت لكم يعني بالتفصيل الممل كيما راني نديرو انا في الدار وينجح لي. قلت لكم جميع الوصفات راهم يتشابهوا، نفس وحده تقول باللبن وحده بالناطور، بصح شتو الوصفات اللي كنت تبعوا تلقاهم نفس المقادير، هي برك تختلف الطريقه برك. هذا مكان هذيك قلت لكم كيما تخدمي بيدك ولا تعجنيه ولا الاخر صاي. شوفوا لهنا شتو جوانب كيف راهم حمر يبان حتى راح يتحرقوا. كي تشوفي كيما هكا معناها من تحت راهو طايب صاي، تحلي له الفوق تخليه يتحمر لك حتى يدي اللون هذاك الذهبي كيما تشوفوا فيه. ها شوفوا هنا بعد ما حليت له الفوق صاي يتحمر هكا راه واجد معايا. هنا نجيبو الشربات تاعنا تكون بارده ديجا، ها هي نبداو نديرو العسل تاعنا كيما راكم تشوفوا. نبداو شوفوا نديرو العسل ونخليوها تشرب، نديرو العسل ونخليوها تشرب حتى توصلوا لواحد القوام تاع صاي كي تمسي هكا بصبعك من الفوق تلقاي العسل صاي راهي شاربه عسل ما عندها وين تزيد. خاطر شوفوا لاحظوا غير ملوح صاي راح العسل شتو مع اللي قلب اللوز راهو سخون والشربات بارده. تبقاي ديري وتخلي ديري وتخلي، وقلب اللوز جامي يتكل كي يطيب. يعني احسن حاجه هو يفوت عليه ديريه مثلا نقولوا كيما نديرو مع العشيه ونخليه الغدوه الصباح. وشوفوا نحيت لكم حبه بعد هكاك 5 سوايع ولا 6 سوايع منين خبيتو تشوفوها، ونحيت لكم حبه درت لكم حبه بعد الغدوه هذيك باه تشوفوا الفرق صح بيناتهم. خاطر كاين اللي طيبوه كيما كيعسلوه يبغيو ياكلوه يقول لك جاني يابس، وحده تقول لك جاني معجن، وحده تقول لك جاني مشق كامل الفوق. هذوك كامل اخطاء برك تاع الاخر. مقادير الناس كلها يتعرف المقادير تاع قلب اللوز. شوفوا لهنا كيفاه، شوفوا مازال يابس. نبقى انا نخليه يشرب هذاك العسل اللي الفوق. شوفي يبان لكم تقول راهي حجره الفوق، يبان لك بلي راهو يابس، بصح دوك تشوفيه كي يشرب العسل كيفاه يولي. شوفوا ها وشرب، نزيد له حتى نكمل هذيك الشربات تاعي. زعما البلا هذا اللي راكم تشوفوا فيه المدور المقادير تاعو 3 كيسان دقيق، 2 كيسان سكر، والشربات 2 كيسان بربع. شوفوا لهنا هنا راهو تقريبا صاي. شوفوا كي ندير له بصبعي يجي كل قبيله كان يابس بزاف. ونغطيه كيما هكا بالبابي فيلم ونخليه حتى الغدوه. شوفوا الحبه هذه نحيتها بعد هك 5 سوايع ولا 6 يا اخي احنا ما نصبروش. شوفوا كيف راني مشققه من الفوق، نحيتها لكم درتها اكسبري باش تشوفوها. شوفوا وشوفوا العسل كيف راهو باقي فيها، يعني هكاك وتكل نورمال. شوفوا الحبات كل حبه وحدها.
شوفوا هنا مازال ما تشربش. وزدت نحيت لكم حبه واحده اخرى بعد الغدوه هذيك خليته يعني تقولي 24 ساعه. انا في رمضان تقريبا كل يومين ثلاثه عندي بلا تاع قلب اللوز كيما راكم تشوفوا. شوفوا الحبه هذه وشوفوا الفرق بين هذه وهذه. هذه الحبه تاع الغدوه. شوف شربت العسل جات مشربه. شوفوا جات كل حبه وحدها. وهذه هي الوصفات تاع قلب اللوز اللي نعتمدها ديما. ان شاء الله تجربوها وادعوا لي دعوه الخير. ودمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.